متتبعي قناة شهوات وفاء الفاسية، مرحبا بكم. اليوم هذه نقدمو لازانيا بقطع ديك رومي. اذا هنايا عندنا غادي نوريكم الطريقة والمقادير في نفس الوقت. عندنا الطماطم اللي هي ديجا يعني صوبتها كوم ان صوص. كنديرها هي كقاعده في المول. هي الاولى كندير عليها قطع ديال اللازانيا. اسمحوا لي هنا راه ما وريتكمش الحشو كيفاش كيتصاوب لان مشى ليا المقطع ديال الفيديو. عندي غير جبت غير بصله، قطعتها شلطتها مزيان، حكيت معها خيزو وشحرتهم هما وطريفات ديال البيبي. والعطريه درت الثومه، ربيع، ابزار، الملحه، شويه ديال الكمون وشويه ديال الفلفله الحمراء. هنا كندير كما قلت لكم لاصوص هي الاولى كندير عليها اللازانيا، وكندير هذاك الحشو، وكندير الفرماج الحمر المحكوك. كندير قبل لاصوص بيشاميل. لاصوص بيشاميل ما درتهاش بالحليب، درتها بالمرق ديال الدجاج. كنستمر بهذه الطريقه. كندير طبقه ديال اللازانيا وطبقه ديال الحشو ديالي هذا اللي فيه البصله وخيزو محكوك. نقدروا نزيدو حتى قريعه الا بغينا محكوكه، نزيدو سبانخ، نزيدو اي حاجه بغيناها. انا هنا درت غير الخيزو والبصله والطريفات ديال بيبي. كنبقى غاديه هكذا مستمره بهذه الطريقه هكا طبقه بطبقه. وكندير ما بين كل طبقه لاصوص بيشاميل، وكنستمر بهذه الطريقه هكا. الفرماج الحمر نقدروا نديروا حتى الفرماج ديال ساندويتش، نديروا اي فرماج عندنا ماشي مشكل. وكنبقاو غاديين بحال هاد الطريقه هكا طبقه بطبقه حتى كنكملوا القطع ديال اللازانيا اللي عندنا كامله. انا هنايا راني غادي نسقيها بالمرق ديال الدجاج. هذاك الشيء علاش انا ما رطبتهاش. الا ما كانش عندكم هذا المرق هذا ديال الدجاج اللي هو غادي نحتاجو بواحد الكميه اللي هذه كميه لا باس بها، اللي هذه تغطى لينا تقريبا اكثر من نص ديال المول. فزكوها في الماء طايب واحد شويه، واحد 3 دقائق ولا 4 حتى تترخى واحد شويه. وعاد استعملوها باش ما تجيكمش شويه قاصحه. وهي من الاحسن واحد النصيحه، من الاحسن صوبوها وخليوها، ما تحشيوهاش في الفران مباشره. خليوها لان هي كل ما شربات داك لاصوص وشربات داك العماره كتجي زوينه بزاف. يعني ما ديروهاش في الفران مباشره، صوبوها وغطيوها بواحد الساعه او اكثر. صافي كنستمروا بحال هكا كندخلوها الفران حتى كتحمر. انا كنحاول نزرب لكم الفيديو ما امكن باش ما يجيكمش الملل. في الاخر ملي كنتحمر كنرشوا عليها شويه ديال الربيع من الفوق، وكنرشوا عليها حتى شويه ديال الزعتر تنحاولوا باش ما نطيبوش، ما كيبغيش الحراره كثيره. كنخرجوها كتكون سخونه وكنحكوا عليها الزعتر وصافي. وها هي واجده وبالصحه والراحه. انا غادي نقطع قدامكم هكذا طريف. هذاك الفرماج اللي درت من الفوق راه ما درتوش معاها من الاول، طاب معاها في الفران من الاول اللي من الفوق على الوجه باش ما يتحرقش. حتى قربت نخرجها بواحد 2 دقائق عاد رشيتو دخلته على مذاب وعاد خرجتها. صافي هكذا كتجي زوينه بزاف. هذه هي الاكله المفضله عند الوليدات الصغار، كيحماقوا عليها. كتجي من ألذ ما يكون، من اروع ما يكون. دائما كيف ما كنقول لكم دائما يعني الخضره اللي ما كياكلوهاش وليداتنا ندخلوها لهم بحال هاد الوصفات هكذا اللي كتكون كتعجبهم كياكلوها بكل فرح وكتعجبهم. هنا ندخل صبانيخ، ندخل قرعه، ندخل اي حاجه بغيت وليداتي ياكلوها. راه كتجي لذيذه بزاف ومغذيه.
هانتوما كيما كتشوفوا، وبالصحه والراحه. والى فيديو قادم ان شاء الله، وما تنساوش ابوني وجيم الى عجبكم الفيديو.